عزام سلام عليكم. السلام ورحمة الله السلام حبيبنا ابو عزام. والى شيخ ياسر الحبيب. جزاكم الله السلام ورحمة الله، حياكم الله ايها العزيز. وبركاته. عندي نداء حول اختطاف السيد المساوي. تفضل. سنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله والشكر لله على نعمة الولاية وكفى بها نعمة. اي والله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم الشريف في عافية منا، وارحمنا بهم ولعن أعداءهم أجمعين، سيما أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فأقول: لا أعتقد أن ثمة أمرا عظيما يقف أمامه المرء عاجزا لا أعتقد أن ثمة أمرا عظيما يقف أمامه المرء عاجزا عن ترجمة مشاعره الجارفة، مثلما يقف الموالي لأهل البيت عليهم السلام حائرا أمام تاريخ المقاومة، وأنه لا يغرب عن البال ولا يخفى عن ذاكرة من كانت له إلمامة بهذا التاريخ المؤلم وتتبع مراحل الظلم والاستبداد اللذين نجما عن هذه المقاومة. وما كنا نظن أن ممن يسمون بحزب الله يفعلون أفعال الإرهاب، بل كنا في الحقيقة نظن أن المقاومة هي جناحان يطير بهما المسلم نحو الحق ويدوس على الظلم والظالمين. وكنا نراها صخرة عاتية في وجه الظالمين المغتصبين بحقوق الشعب الفلسطيني البطل الباسل، فردت كيده أكثر من مرة في نحرهم. هذا الأمر الذي جعل كثير من الناس ينجذبون إليها ويهتفون باسمها عبر الشهور والدهور، وصار كل واحد من عناصرها يطلق عليه بلقب من الألقاب التي اتخذها أحبابها من إيران عنوانا لترويج دعايتهم. تلك الألقاب التي يريدون بها أن يهدموا كل شيء لا يعود عليهم بالنفع الشخصي المحض، وكل عمل أو قول لا يوافق مشربهم فهو جد ولو صدر من صادق العطراء عليه السلام. كأننا بهم قد أخذوا على عاتقهم مهمة تحطيم الأسس الإسلامية التي بناها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهدم أركان الفضيلة بأساليب متنوعة مستورة بتلك الألقاب الضخمة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. وهكذا لا زال نظام إيران وعناصر المقاومة ينفثون في الناس أفكارا كالسم في الدسم. وعملية اختطاف السيد المساوي من دكانه ليلا هي أعظم دليل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا بعض ما صارت إليه حال الشيعة في هذا الزمان من قبح الحال وسوء المنقلب بسبب أفعال المقاومة التي كان منشأها دعاة على أبواب جهنم مثل علي خامنئي وحسن نصر الله من أحبهم قذفوه فيها. في الحقيقة لقد كنت في غنى عن مجاراتك يا حسن نصر الله لو سكت عن الخوض في آيات الله بالباطل، ولم تلطخ لسانك وقلبك بمحاربة الفضيلة ونشر الرذيلة، ولكنك تجاوزت حدك وفارقت أطوارك ودخلت فيما لا يعنيك، وما استحييت وفعلت فعلتك الإجرامية التي يستفيد من ورائها غيرك، والتي تتمثل في اختطاف السيد المساوي. لهذا رأيت واجب علي وعلى كل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أن نرد عليكم باطلكم، وأن نرفع اللسان عن أغراضكم السافلة، وأن نبين للناس مقاصدكم السيئة وطواياكم الخبيثة ضد الدين والفضيلة. كنت أتمنى منكم ومن أمثالكم أن تردوا على مداخلة الأولى، وأن تحرروا لنا ولو كلمة في الانتقاد على تلك المخازي والرذائل المتمثلة في جريمة الاختطاف الهدامة للمجد والشرف والصون والعفاف. فإذا بكم كنتم عكس المراد، وسكوتكم الغريب هذا إنما يدل حقا على أنكم فعلا قمتم بهذه الجريمة في حق أخانا المظلوم السيد المساوي.
وهذا السكوت يشهد عليكم بأنكم آلات فساد وإفساد، فويل لكم مما حدثتكم أنفسكم الأمارة بالسوء، وويل ثم ويل لبلد أنت تفطنها. والسلام عليكم سادتي وخدام القناتين، وسلامي إليكما إلى شيخ ياسر الحبيب، وشكرا. عليكم السلام. ما شاء الله، أجدت وأفدت ونطقت الحق كله. أحسنت.